دلوقتي كلنا عايشين أجواء كأس العالم، وكل واحد فينا عنده أمل إن منتخب مصر يعمل إنجاز يفضل الناس تفتكره سنين، ويمكن إن وأنت بتتفرج على الفيديو ده تكون مستني ماتش مصر والأرجنتين. ولو سألت أي حد هيقولك إن الأرجنتين هي المرشح للفوز، وده طبيعي، لكن كرة القدم عمرها ما كانت لعبة بتعترف بالأسماء بس، أوقات ماتش واحد يقدر يغير تاريخ منتخب كامل. تخيل معايا ان مصر كسبت الارجنتين، حتى لو خرجت بعد كده من البطولة الناس هتفضل تحكي عن الماتش ده سنين طويلة، وده مش خيال لان حاجة شبه كده حصلت فعلا من اكتر من 70 سنة، وتحولت بعد كده لفيلم اسمه زاميريكال ماتش. الفيلم ده مش معمول علشان يقولك مين كسب كاس العالم ولا مين رفع الكاس، الفيلم معمول عشان يثبت لك ان وقت انتصار واحد قدام خصم محدش متوقع انك تكسبه ممكن يبقى اهم من بطولة كاملة. واللي عجبني في الفيلم انه من اول دقيقة بيحاول يوصلك ان منتخب امريكا وقتها ما كانش المرشح لاي حاجة، بالعكس اغلب الناس حتى ما كانتش تعرف اسماء اللعيبة. معظمهم كانوا شغالين شغلانات عادية، وبعد الشغل يروحوا يتمرنوا، يعني ما فيش نجوم عالميين ولا عقود بملايين. ودي اول رسالة الفيلم بيحاول يقولها، ان الاحلام الكبيرة مش شرط تبدأ بفريق كبير. الفيلم ده مستوحي من أحداث حقيقية حصلت في كأس العالم سنة 1950، والحدث ده لحد النهاردة بيتدرس كواحد من أكبر مفاجآت تاريخ كرة القدم. ويمكن علشان كده وانت بتتفرج عليها تحس انك مش بتشوف مجرد فيلم رياضي، لكنك بتتفرج على قصة ناس كانت بتحارب علشان تثبت انها تستحق فرصة. واكتر حاجة شدتني ان الفيلم مهتم بالجانب الانساني اكتر من المباريات نفسها، بيوريلك ان كل لاعب كان وراه حكاية وضغوطات وحياة مختلفة، لكن اول ما لبسوا تيشيرت المنتخب بقوا فريق واحد. وده يمكن اللي اي مشجع مصري بيتمناه لمنتخب مصر، ان اللعيبة تنزل الملعب وهي مؤمنة انها تقدر تعمل حاجة حتى لو كل توقعات العالم ضدها. وعشان كده قبل ما نتكلم عن المباريات التاريخية اللي غيرت كل حاجة، لازم نعرف ازاي الفريق ده وصل اصلا لكأس العالم، وايه الظروف اللي خلت محدش يراهن عليه من البداية. اول حاجة الفيلم بيعملها بذكاء انه بيكسر الصورة اللي ممكن تكون في دماغك عن منتخب بيلعب كاس العالم. احنا متعودين نشوف منتخبات مليانة نجوم وكل لاعب معروف في العالم كله، لكن هنا الوضع مختلف تماما. المنتخب الامريكي وقتها ما كانش داخل البطولة علشان ينافس على كاس العالم، هو كان داخل علشان يثبت انه يستحق يكون موجود من الاساس. وده اللي خلاني وانا بتفرج افتكر منتخبات كتير بنشوفها في كل نسخة من كاس العالم. اول ما تقع قدام منتخب كبير الناس تعتبر المباراة خلصت قبل ما تبدأ، لكن الكرة القدم عمرها ما كانت ماشية بالمنطق ده. الفيلم كمان بينجح انه يخليك تهتم باللعيبة كبشر قبل ما تهتم بيهم كلاعيبة كرة، بتحس ان كل واحد فيهم داخل يحمل حلم مختلف، لكن في الاخر كلهم بقوا بيلعبوا لهدف واحد. ودي نقطة قوة حقيقية في الفيلم، لانه ما اعتمدش على المباريات بس، اعتمد على بناء الشخصيات والاحساس ان اي انجاز كبير بيبدأ بمجموعة ناس عادية قررت ما تستسلمش. والجميل ان كل ده مبني على واقعة تاريخية فعلا، وده بيخلي تأثير الفيلم اكبر وانت بتتفرج، وتبقى عارف ان اللي حصل ده مش خيال كتبه مؤلف، لكنه لحظة حقيقية فضلت محفورة في تاريخ كأس العالم لحد النهاردة. وده يرجعنا لأول سؤال بدأنا بيه، هل منتخب صغير يقدر يصدم العالم؟ الإجابة هي حصلت قبل كده، وعشان كده مفيش ماتش في كرة القدم ممكن تعتبره محسوم قبل صفارة النهاية. ومن الحاجات اللي عجبتني جدا ان الفيلم مش بيحاول يطلع من المنتخب الامريكي على انه فريق خارق، بالعكس بيوريك انهم كانوا بيغلطوا وبيتعرضوا لضغط، وفي لحظات كتيرة كانوا فاقدين الثقة في نفسهم. ودي نقطة واقعية جدا، لأن أي منتخب بيوصل كأس العالم بيكون تحت ضغط رهيب، الجمهور مستني والإعلام بيتكلم وكل غلطة بتتحسب، لكن الفرق الحقيقي بيظهر في ردة الفعل مش في الغلط نفسه. الفيلم كمان بيوصل رسالة حلوة جدا، وهي ان احترام المنافس مهم، لكن الخوف منه ممكن يخسرك قبل ما تنزل الملعب، ودي رسالة تنطبق على اي منتخب في العالم. لو رجعنا لمصر هنلاقي ان كل مرة بنواجه فيها منتخب كبير الناس بتبدأ تتكلم عن عدد الاهداف اللي ممكن تدخل فينا بدل ما تتكلم عن ازاي ننافس. لكن التاريخ بيقول ان كرة القدم مليانة مفاجآت، والمفاجآت دي هي اللي خلت اللعبة تبقى اللعبة الشعبية الاولى في العالم. يمكن عشان كده القصة الحقيقية اللي الفيلم مبني عليها لسه الناس بتتكلم عنها بعد عشرات السنين، مش لانها اصحابها رفعوا كاس العالم، لكن لانهم اثبتوا ان اسم منتخب الكبير لوحده مش بيكسب المباراة. ودي اكتر حاجة خلت الفيلم يسيب اثر عندي، هو مش فيلم عن البطولة اتكسبت، لكنه عن فيلم عن لحظة غيرت نظرة العالم لمنتخب كامل. ساعات انتصار واحد بيعيش في ذاكرة الناس اكتر من بطولات كتير، وده يخليك تسأل نفسك، لو منتخب مصر حقق مفاجأة تاريخية قدام منتخب بحجم الارجنتين، حتى لو المشوار وقف بعدها، كم واحد هيفضل فاكر الماتش ده بعد 20 او 30 سنة؟ غالبا ملايين، لان الناس بتفتكر اللحظات اللي كسرت كل التوقعات، ودي بالذات الفكرة اللي الفيلم بيحاول يوصلها. وبرغم ان الفيلم نزل من سنة 2005، الا انك وانت بتتفرج عليه مش هتحس انه قديم، يمكن لانه بيتكلم عن حاجة عمرها ما هتتغير في كرة القدم، وهي ان المستحيل ممكن يحصل في اي لحظة.
وانا بتفرج كنت مستني ان الفيلم يركز على المباراة نفسها طول الوقت، لكن لقيته انه كان مهتم اكتر الرحلة اللي خلت مجموعة لعيبة عاديين يصدقوا انهم يقدروا يقفوا قدام منتخب العالم كله كان شايفاه اقوى منهم بمراحل. وده في رأيي كان قرار ذكي من صناع الفيلم، لأن أي حد فينا يقدر يشوف نتيجة المباراة على الإنترنت في دقيقة، لكن اللي يخليك تتأثر فعلا هو إنك تعرف إيه اللي هيحصل قبلها وإزاي الناس دي وصلت للحظة دي. ومن أكتر الحاجات اللي عجبتني كمان إن الفيلم مش بيحاول يجمل الحقيقة، هو بيقولك إن الانتصار العظيم ده ما خلاش أمريكا تبقى بطلة العالم ولا خلاها تسيطر على كرة القدم بعد كده، لكنها خلاها تكتب اسمها في تاريخ بحروف كبيرة. وده درس مهم لأي مشجع كورة، النجاح مش دايما معناه انك ترفع الكاس، ساعات النجاح الحقيقي انك تعمل حاجة محدش كان متوقعه وتثبت لنفسك قبل اي حد انك تقدر. وطبعا الكلام ده كله بغض النظر عن مستوى منتخب امريكا في الفترة الاخيرة، انا هنا بشرح فيلم بيطرح فكرة، وفي النهاية لو انت داخل الفيلم ومستني اكشن كروي طول الوقت يمكن تلاقيه اهدى من اللي انت متوقعه، لكن لو داخل عشان تشوف قصة حقيقية عن الاصرار والثقة وازاي مباراة واحدة ممكن تخلد اسم فريق كامل في التاريخ، فاعتقد ان الفيلم ده هيعجبك جدا. بس كده، لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشترك في القناة وفعلوا الجرس علشان يوصلكوا كل فيديو جديد، ومستني اقرا كل توقعاتكم للمباراة. وبس كده، وسلام.